اول حاجه لازم تعرفي ان هو في السن ده، في سن نمو، ما ينفعش ان هو يخس، او بمعنى تاني ما ينفعش ان هو يدخل سعرات حراريه اقل من احتياجه. الصح ان هو يدخل سعرات يعني let's say نفس اللي هو بيحرقه. تمام. الحاجه التانيه ان احنا نحاول نبعده عن الحاجات اللي سببت له المشكله دي. يعني لما نيجي نبص للاوبيزيتي او للاوفر ويت، الموضوع ده حصل بسبب حاجه معينه، بسبب عادات غذائيه معينه، او بسبب سلوك غذائي معين. السلوك الغذائي المعين ده ممكن يكون مثلا طريقه طبخ غلط، سواء ان انت بتستخدمي مثلا دهون كتير في الطبخ او زيوت او سمنه. نبتدي ان احنا نقلل الموضوع ده تماما. الحاجه التانيه الكميات، ابتدي انت اتحكمي في كميات الاكل. انت بتحطي له الاكل في اطباق كبيره، لا حاولي ان انت تغيري الاطباق الكبيره عندك في المطبخ دي باطباق تانية حجمها صغير، وتعوديه على احجام الاكل الصغير دي. حاجه التالتة ان انت تخليه يمارس رياضه معينه. الرياضه دي ممكن تبقى جري، ممكن تبقى كوره، ممكن تبقى سباحه، ممكن تبقى جيم، ممكن ينزل يتمشى كل يوم، او ممكن